ماضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا. ماضينا والتقى يروي علانا لنصنع في دياجي الليل فجرا. ماضينا في دروب الخير دهرا نبث الهدي في الآفاق عطرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. باسم مساجد قطاع غزة نتقدم بالشكر الجزيل لمجموعة الخير الكويتية في الكويت، وإلى الأخ عزام الشمري رجل الخير والعطاء لفلسطين وأهلها لإمداده بوجبات السحور للمعتكفين في المساجد في مساجد قطاع غزة. والشكر للمتبرعين للمساجد وهم المتبرعة لحظة سليمان المتكفلة لمسجد الهدى لإمدادهم بوجبات السحور للمعتكفين، والمتبرعة أحمد لافي ووالديه المتكفلة لمسجد أبو الخير لإمدادهم بوجبات السحور للمعتكفين، والمتبرع أبو خلف الشمري المتكفل لمسجد الإحسان لإمداده بوجبات السحور للمعتكفين، ولمجموعة الخير حيث تكفلوا لمسجد الصلاح والصحابة لإمدادهم بوجبات السحور في هذا الشهر المبارك والمعتكفين. كما نتقدم بالشكر الجزيل لأحد فاعلي الخير من الكويت المتكفل بمسجد قباء لإمداده بوجبات السحور للمعتكفين. كما نتقدم بالشكر الجزيل للمتبرعة نشمية الرشيدي المتكفلة بمسجد حراء لإمدادهم بوجبات السحور للمعتكفين. وأخيرا لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية مشكاه للتنمية والعدالة الخيرية التي تبذل كل قصار جهودها على إمداد هذا الشعب ومساعدة هذا الشعب المحاصر المنكوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم إن شاء الله. كما نطالب الإخوة في الكويت والمتبرعين على بذل قصار جهودهم على إمداد هذه المنطقة المحاصرة، منطقة قطاع غزة، بما يستطيعون من إمدادهم من ماديا ومعنويا. وبارك الله فيه.